النهاردة اليوم الأول مع الألوان المائية. هنبدأ بتدريبات بسيطة علشان نفهم طبيعة الألوان المائية. تدريبنا النهاردة عبارة عن عمل تدريجات من نفس اللون. في الأول هنحط كام نقطة مية على اللون في الباليت. فرشتنا نظيفة وكمان فيها مية نظيفة. هناخد من الباليت اللون ونبدأ نعمل مربع بأغمق درجة للون من الباليت كده صريحة بدون أي تخفيف ولا أي حاجة. عاوزين نفتح بقى يبقى ننظف الفرشة كويس وما يبقاش فيها أي لون، بس يكون فيها مية نظيفة. نبلل المربع اللي جنب المربع المتلون بمية نظيفة، ونبدأ ناخد من مربع اللون ونسحب اللون ببساطة كده وبكل خفة من المربع المتلون للمربع اللي مش متلون. وبكده هنبدأ ان احنا نعمل تدريجات للون. وبكده عرفنا ان اول حاجة بتميز الالوان المائية اننا لما بنحب نفتح درجة اللون مش بنفتحه باللون الابيض زي ما بنعمل في باقي انواع الالوان. وفي الاخر مش عايزاكم تسيبوا اي لون الا لما تعملوا تدريجاته كلها. وبس كده، استنوا التدريب التاني وهنشوف هندرب على ايه المرة الجاية. انا برضو ما سبتش اي لون في الباليت كلها غير لما عملت تدريجاته. طبعا ايدي في اول لون هتبقى مختلفة تماما عن ايدي في اخر لون. هحس بالالوان اكتر، هيبقى في انسيابية اكتر، هفهم طبيعة الالوان، هعرف ازاي ادرج كويس، هضيف مية امتى، هغمق امتى، هفتح امتى، وهكذا. هو ده الهدف من التدريب الاول النهارده.